ساعات ريمون بطرس أفريم. تعلمت المهنة عند حبيب رهاوي وجبريل رهاوي بالسبعينات، 70 71. ومارست المهنة لحالي. كان والدي عنده محل قديم تراب لبن يعني، فاجيت قعدت معه بالدكان حوالي 20 22 سنة، من سنة حوالي 70 لسنة 91. كان المحل كتير كتير تعبان، تراب كان. توفى الوالد سنة 91، استقليت لحالي إلى سنة 2000 فطلع العقار الجديد، فمارست المهنة لحالي واستمريت على هالشكل. طبعا ورطت لأولادي كمان، ولا زلت أنا هلا قائم على رأس المهنة. وإذا كان بالنسبة للمهنة تسأليني إذا كان إلا متاعب أو ما متاعب، ما في مهنة ما إلا متاعب. فما أقدر أذكر لك عن 55 سنة يعني. فنشكر الله لحد الآن نمشي بتقنية، وعلمت أولادي على هالأسلوب، وبإنضمير وبإنسانية وبإخلاص وبعمل جيد وبأسعار دانية بدون أي استغلال أو منفعة شخصية. اللي يهمنا هو كان اسمنا ولا زال قائم لحد الآن، فنشكر الله. طبعا هلا أنا ما بقى أقدر أمارس المهنة مثل الماضي، أمارسها بشكل هيك طفيف عادي يعني. الحمد لله أولادي قاموا بالميدان. فادي أفريم، فادي ريمون أفريم، ابن المعلم ريمون أفريم. أنا عمري 44 سنة، صار لي بالمهنة تقريبا 15 سنة. يعني أنا من صغري باجي مع الوالد بتردد على المحل، وطبعا كان أخوي اللي أكبر مني قبلي يعني يشتغل مع الوالد. بس من لما سافر أخوي يعني التزمت أنا بالمهنة، فصرت أنا يعني استلمت المهنة مثل ما يقول تقريبا من حدود 15 سنة. بلشت طبعا بالأمور البسيطة، بالساعات البسيطة طبعا أكيد. شوي شوي تدرجت للأمور الأصعب فالأصعب فالأصعب. طبعا اليوم مجال الساعات كتير يعني واسع، أنواع الساعات كتير يعني في عندك طبعا تختلف القديم عن الحديث، التقنية اختلفت، الأحجام اختلفت. في عندك القديم أكثر شيء كان النصب، بداية القديم تعباية يقولوا النصب، بعدين تطور للكوارتز يعني البطارية، وبعدين البطارية كمان تطورت. يعني اليوم البطارية في أنواع، في الكرونوغراف، في أنواع اللي يقولوا له ايكو درايف اللي يشحن عن طريق الضوء، في نوع الباور ماتيك اللي يعني مثل الأوتوماتيك بس يشحن بطارية، وحتى الأوتوماتيك نفسه تطور، صار في أوتوماتيك كرونوغراف، ويعني أنواع كتير. فنحن الحمد لله نصلح كل الانواع، من ساعات الايد لساعات الحائط لساعات المنبه، قديم حديث، يعني بشكل عام كل الانواع. هلا اول ساعه صلحتها طبعا دائما لما يعني الاب بده يعلم ابنه بده يسلمه الشيء الاساسي الكبير. بالنسبه للساعات الكبيره كنا نبلش ساعات المنبه، يعني سواء بطاريه او القديم التعبايه. بالنسبه لساعات الايد في عندنا يعني نوع محدد او ماكينه تقريبا بسيطه هو الانسان يبلش فيها، بعدين يتدرج للأصعب للأصعب للأصعب. وصدقا لليوم يعني في أشياء جديدة عم تجي، يعني علم الساعات عم يتطور، أنواع الساعات في كتير بحر من الأنواع ومن الماركات ومن أنواع اللي صلحناها ماركات كتير يعني معروفة ومشهورة. بس المبدأ هو تقريبا في اختلاف بسيط بين الأنواع، بس المبدأ تقريبا واحد. مثلا السويسري في كتير مرات، تيسوت، الرادو، الأوميجا، السيرتينا، الجوفيال، كتير. يعني لما بدنا نحكي بالغالي كتير هذا مو موجود متوفر بمجتمعنا، مثل الرولكس والباتيك فيليب وهالامور هدول مو موجوده. وفي كمان الياباني سايكو، سيتيزن، الاورينت، هدول اكثر شيء مشهورين كانوا موجودين عندنا. فهدول اكثر ماركات كانت متواجده هون. مهنه الساعات بدها صبر، يعني صدقا مرات يعني امور بسيطه جدا تاخذ معنا تصليح او وقت اكثر بكثير من تصليح ساعه، انك لتكشف العذر تكشف السبب. فاذا الانسان اللي ما عنده صبر صعب يعني يستمر بهالمهنه. يعني انا بالنسبه لي داخل المهنه عن حب، يعني مو انا اخذتها لانه والدي ساعاتي بس،
انا بحب المهنه هاي الشغله، يعني تختلف عن الانسان الفايت بس لانه اخذ المهنه عن ابوه، فانا بحبها. فانا بقول دائما الساعه اللي عندي منقطعه ما بعجز عنها. موضوع انه موضوع الساعه تراجع، يعني من بعد ما طلع الموبايل بعد فخف الطلب على الساعات. فانت اليوم لو ما في موبايل مجبوره تشيلي ساعه مشان تعرفي الوقت. بس لا زال لحد اليوم رجعت خصوصي جيل الشباب او في طبقه جديده عم تحب موضوع الساعه، صايره مثل اكسسوار، يعني مكمل للاكسسوار. في اقبال جديد من الشباب على موضوع الساعات. الساعه ما تموت، يعني موضوع الساعه ما يموت. دائما الخبره، مش قد ما كان الانسان معلم الا يلزمه. يعني الوالد عنده خبره 50 سنه، يعني في حالات مثلا ما تمرقوا معك بال10 سنين مره، بجوز مرقت معي لاول مره. فخبره الوالد انه استفاد من خبره الوالد اكيد. يعني احيانا يعني تجينا ساعات مو غاليه ومو مميزه بس لها قيمه عند صاحبها. يعني ياما تجينا ساعات رخيصه بس صاحبها يقول هاي ساعه الوالد، ساعه جدي. يعني نقول له مثلا يعني ساعه كثير تعبانه ونوعيتها، مش يقول معلش صلحها، الا ذكرى عندي. فالموضوع مو موضوع، اغلب الاحيان مو موضوع القيمه الماديه بقدر ما موضوع الذكرى. ف يعني موضوع الساعات مثل ما قلنا اذا بدنا نحكي فيه مجاله واسع كثير. يعني هلا انا بتابع كثير عالميا وبتواصل، في عندي اخ باوروبا. ف يعني هونيك موضوع الساعات اللي يشتغلوا فينا او يصلحون باسعار خياليه يعني، او اسعار كبيره. نحن هون ما تجي عنا، يعني مو متوفره بمجتمعنا لانه ما عنده مقدره يشتريها صراحه. يعني في ساعات اغلى من بيوت، اغلى من سيارات. ف موضوع الساعات بحر، بس للاسف بمجتمعنا يعني لسه الناس تقول هي ساعه، يعني هي ساعه.